السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى اللي غادي نحاولوا نخصصوه لتتمة لبعض المقتضيات المتعلقة بالدورة التكوينية أو السلسلة اللي كنديروها بخصوص مباراة المنتدبين القضائيين وباقي طبعا المباريات الأخرى القانونية. طبعا درنا واحد السلسلة كنشرحوا فيها الفصول ديال قانون المسطرة المدنية وباقي يعني القوانين الأخرى. كذلك على ناهيك على واحد الدورة التكوينية اللي دايرينها يعني في الواتساب. لذلك الناس اللي مهتمين وانتريسي بهذه الدورة التكوينية نخلي لكم الرقم في الوصف على الشاشة. دونك الناس اللي مهتمين يتواصلوا معنا ان شاء الله تعالى، غادي نحاولوا نزودكم بجميع المعلومات حول هذه الدورة التكوينية. الفيديو اللي داز حاولنا نتطرقوا من الفصل 71 الى حدود الفصل 80. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نكملوا ان شاء الله تعالى بعض الفصول المتعلقه بهذه الماده. طبعا توقفنا عند فصل 80، غادي نحاولوا نستأنفوا. غير هو الطريقه الاغلبيه كيسولوني كيقول لك الطريقه المثلى باش انك تبريباري خاص هذا النوع ديال المباريات، يعني المنتدبين المحاماة اللي فيهم كذلك المفوضين اللي فيهم كوسئين. حاول انك تخدم بالكود، ما تعمقش في الشروحات الفقهيه وفي دوك الكتب الكبار الى غير ذلك. غترجع للكود، المرجع الاساسي ديالك اللي هو الكود وغادي تستعين به. ما تحاولش انك ترهق راسك بالشروحات، حاول انك ترجع للكود، تقرا الفصل مزيان، تفهمه وتطرح عليه اكبر عدد من الاسئله. خدم اكبر عدد من الاسئله على شاكله كوسئين، وهذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها في الدوره التكوينيه. كنحاولوا نشرحوا فصل بفصل، ويعني في الاخير كنحاولوا نديروا واحد الاسئله كوسئين 10 20 30 في الحصه، وكنديروا حصه كنصحوهم فيها. بالتالي يعني هذه الطريقه كتزكي بها داكشي اللي عندك او دوك المعلومات اللي تحصلتي اليوم. طبعا غادي نبداو بالفصل رقم 80. كيقول لك يجب تقديم، توقفنا عند التجريح، كيقول لك يجب تقديم التجريح، داك التجريح اللي بغيتي تجرح داك الشاهد يجب تقديم التجريح قبل اداء الشهاده، قبل ما تؤدي تلك الشهاده، عدا اذا لم يظهر سبب بعد ذلك، الا ما ظهرش سبب بعد ذلك. اذا قبل التجريح في هذه الحاله الاخيره الغيت الشهاده. في هذه الحاله الاخيره ديال بعد ظهور ذلك السبب كتلغى يعني تلك الشهاده. الفصل 81 يجب ان يؤدي الشاهد الشهاده ديالو، يعني الطريقه ديال الشهاده. خاص الشاهد يؤدي الشهاده ديالو ماذا؟ يؤديها شفهيا. هذا كمبدأ كأصل، يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفهيا، ولا يمكن له أن يستعين بمذكرة. ما يمكنش يهز شي ورقة ويستعين بها إلا بصفة استثنائية إذا أذن له أو أذن له القاضي بذلك. إذا شاف القاضي بأنه خصو يهز ديك الورقة أو لا خصو عنده شي مشكل ما يقدرش أنه يهدر شفهيا، أن ذاك كيعطي القاضي هذه الممكنة هذه ديال يعني الاستعانة بتلك المذكرات. يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة. واحد الشاهد قال واحد الشهادة معينة، طبعا يمكن للقاضي إما تلقائيا من تلقاء ذاته أو بطلب من الأطراف أو بطلب من أحد الأطراف أنه يستفسر داك الشاهد على واحد الحاجة قالها ما مفهوماش وما واضحاش. الفصل 82 لا يجوز للطرف أن يقاطع الشهادة أو أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة. بمعنى أنه الشاهد ملي كيأدي الشهادة ديالو ما يمكنش واحد الطرف أنه يقاطعه أو أنه يوجه ليه شي سؤال، لأن الذي يوجه الأسئلة هو القاضي.
تقرأ لكل شاهد شهادته وكيوقع عليها، أو يذكر فيها أنه لا يعرفه أو لا يريد التوقيع. ملي كتكد الشهادة ديالك على شكل واحد المحضر كتقرا عليك كشاهد وكتسني عليها، اولا كتقول اودي ما بغيتش نسني او الى غير، او ما قادرش او الى غير ذلك. الفصل 83 كيحرر كاتب الضبط في جميع الاحوال واحد المحضر بشهادة الشهود، وكيوقع هذا المحضر. شكون كيوقعوا؟ على حسب الاحوال، اذا كان القضاء جماعي او فردي على حسب الاحوال، من طرف القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضيه او لرئيس الجلسه، وكيترفق باصل ديال الحكم، وكيتبين اليوم والمكان والساعه كذلك ديال الاستماع، وكيتبين واش الاطراف كانوا حاضرين او لا متغيبين، الاسماء العائليه والشخصيه والمهنه والسكن ديال الشهود، واش اداو اليمين او لا ما اداوش، والتصريحات ديالهم الى غير ذلك، واش عندهم علاقه بالاطراف، مصاهره كذا، زواج الى غير ذلك، قرابه الى غير ذلك. ثم يعني الفصل 84 كيبت القاضي حالا بعد البحث، هي كيبت حالا او لا كيأجل القضيه الى جلسه مقبله على حسب الاحوال. غادي ندخلوا لليمين، الفرع الخامس. هنا كنحطوا على اليمين، يعني كيوجه ليه اليمين باش انه يحلف. اذا وجه احد الاطراف اليمين الى الخصم ديالو باش انه يثبت واحد الادعاء، باش انه يتحسم النزاع، فإن هذا الخصم كيؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية طبعا. اليمين كيتأدى بالقسم، يعني كيقول أقسم بالله العظيم كذا 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 كذا، كيحلف. الفصل 86 يقول: إذا عاق الطرف، ذاك الطرف اللي عاقه مانع مشروع وثابت بصفة قانونية، أمكن تأدية اليمين أمام قاضي أو هيئة منتدبة للتوجه عنده، باش يمشيو عنده يعني طلب الدار أو لا في المكان عنده، مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية. طبعا ذاك الشخص ما عندوش لا بوسيبيليتي، ما عندوش إمكانية أنه يجي بسبب أنه مريض، أنه عنده شي عاهة، عنده شي حالة يعني يستحيل معها الحضور إلى المحكمة، وكان اليمين ديالو ضروري. كيتنقل عنده القاضي والهيئة وكتابة الضبط كذلك. الفصل 87 إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف ما عززش الادعاءات ديالو بالحجة الكافية، يمكن لها تلقائيا أنها توجه اليمين لهذا الطرف بحكم كيبين الوقائع اللي غتلقى اليمين بالشأن ديالها. إذا مثلا واحد الطرف ما عززش الادعاءات ديالو، ممكن أنه يدي هذا اليمين هذا. طبعا اليمين راه كيتأدى وفق الشروط اللي منصوص عليها، كما قلت لكم كيحلف كيقول اقسم بالله العظيم كذا 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 الى غير ذلك. الفصل 88 يمكن للمحكمة انها تأمر دائما بعد اتفاق الاطراف على ان تؤدى اليمين طبقا للشروط اللي كتلزم الدين ديالنا. ما يمكنش انه يحلف بشي حاجه من غير الدين ديالنا، يعني ما يعني من غير الله عز وجل طبعا، شي قسم اخر او لا شي يمين اخر او غير ذلك، لا. هذا ما هو فقط ما هو مهم في هذه النقطه هذه. في حاله حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم
اللي كيحدد الوقائع اللي كتستوفي اليمين عليها والاجال الى غير ذلك. غادي نمشيو للفرع السادس اللي هو تحقيق الخطوط والزور الفرعي. تحقيق الخطوط فيما يتعلق بالتوقيع على سبيل المثال. اذا الفصل 89 الا نكر واحد الخصم ما نسب اليه من كتابه او توقيع. واحد التوقيع ديال واحد السيد، واحد الكتابه، قال لك اودي هذه ماشي ديالي، وصرح على انه لا يعترف بما نسب اليه. هنا امكن للقاضي انه يقول لي صافي، ما الا شاف بان ديك القضيه داك التوقيع ما غادي يغير والو من القضيه. ولكن اذا كان داك التوقيع حاسم في القضيه، داك التوقيع عنده واحد الدور مهم في انه يفك اللغز ديال القضيه، هنا كيأمر بتحقيق الخطوط. الله على ودي. طبعا في هذه الحاله هذه الا شاف القاضي بان داك التوقيع كيحسم، كيأمر بتحقيق الخطوط بواسطه واحد الخبير عند الاقتضاء او لا بشهاده الشهود. الفصل رقم 90 كيبين لك شنو هما المستندات اللي يمكن قبولها للمقارنه، نقارنوا بهذاك الخط. وهذا السؤال كيطرح بزاف في المباريات. عندك التوقيعات على واحد السند رسمي، شي سندات رسمي توقعت عليها، الكتابه او التوقيعات اللي سبق الاقرار بها، اللي سبق اعترف بها هذا الشخص هذا في اطار البنوك او لا شي توقيع اخر، القسم الذي لم ينكره من المستندات موضوع التحقيق. القسم ما تمش انكار ديالو في المستندات اللي هما يعني موضوع التحقيق. مثلا يعني بعض المقتضيات المتعلقه وبعض التوقيعات المتعلقه ما يسمى بالمقال الافتتاحي الى غير ذلك. كيأشر القاضي المقرر او المكلف بالقضيه حسب الاحوال دوك المستندات محل المقارنه. الحصه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم اوشك على الانتهاء. حاولنا اننا نعطيو فقط ما هو اساسي وما هو مهم. غادي نكونوا اوشكنا على الانتهاء. الناس اللي مازال ما اشتركوش انهم يحاولوا يشتركوا معنا في القناه، لان هناك يعني مجموعه ديال الفيديوهات كيتسناوكم ان شاء الله تعالى، حصص مكثفه. كذلك الناس اللي بغاو يستافدوا من الدوره التكوينيه مرحبا بالجميع. نضرب لكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.